عالمنا دلوقتي البوابات ما بقتش اساطير. باب غريب بيفتح، وحوش بتخرج، بتقتل، بتدمر، بس في نفس الوقت ناس غريبة بدأت تظهر عندهم قدرات غريبة، اتولدوا من جديد مع البوابات، وهم الصيادين يا صديقي. بس مش كل الصيادين ابطال يا صديقي، في واحد الكل اتريق عليه لدرجة حتى ان اضعف الوحوش ممكن انها تقتله في ثواني. شاب مصري بسيط فقير ما بيشتغلش صياد عشان هو حابب كده، لا، ده عشان يعالج امه وفي نفس الوقت يلاقي لقمه هو واخته. يا عم انت جاي تموت، انت كل مره بتبقى حمل علينا وما بتعملش اي حاجه. سيف يا صديقي منزل دماغه في الارض وباصص. وفي يوم يا صديقي ظهرت بوابه مش طبيعيه، ظهرت من العدم في نص البلد، والمجموعه اللي كانت بتتريق على سيف هم دولت اللي رايحين علشان يعملوها. ولكن البوابه دي غريبه، حتى اول ما سيف ما دخلها حس بشعور غريب. ودي كانت البداية للصحوة. ودي كانت بداية الصحوة، تحول الصياد الأضعف في العالم للأقوى في العالم. أنا مش هموت هنا، أنا هبدأ من جديد. ودي يا صديقي كانت قصة سيف سولو ليفلينج، بطل أنمي سولو ليفلينج بس بالنكهة المصرية. متنساش تعمل سبسكرايب ولايك عشان لو عايز تكمل القصة معانا. سلام.